المهم هذه العبارات التي وجدت في بلادنا لا يجوز أبدا السكوت عليها، وسآتيكم بأقوال أهل العلم. للأسف البعض يهون من الموضوع، والبعض يقول لا تأخذون الموضوع من منحى آخر طائفي وجر البلد إلى فتنة. هذا كلام غير صحيح. الفتنة، كل الفتنة في السكوت عن الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مع ياسر الحبيب. أنا كنت حاضر تلك الأيام، وأخذت الشريط وأعطيته من أعطيته، وطلبنا عدم التهاون في هذا الأمر، وهيئة خدام المهدي، وشريط كامل يريد هدم نظام الحكم في الكويت، وطعن في الصحابة وتكفيرهم، وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدرة قادر يعني كما هي الرواية التي طبعا ما تدخل العقل، لأنه خرج بعفو بالخطأ، وأنا أقول ليس بخطأ إنما متعمد، بأناس تلوثت أيديهم، وهذا الأمر يتكرر، ويجب على من كتب هذه الكتابات أن يأخذ مصير ياسر الحبيب. أنا أعتقد أن من أشرب قلبه بالغل على سيادة البشر بعد الأنبياء لا ينفع معهم إلا الأخذ بالقوة. فالفتنة هي ترك هؤلاء يعبثون ويفسدون في البلد، هذه الفتنة ليس الفتنة. ولذلك دائما نحن يعني نريد التهدئة ونريد تحكيم العقل، لكن ليس على حساب الدين. يقينا لا يجوز أبدا التنازل. نحن نريد من كان سنيا أو شيعيا أو يهوديا أو نصرانيا أساء يجب أن يحاسب وفق القانون. أنا سأسرد لكم أقوال أهل العلم في كفر من طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أئمة الإسلام أجمعوا على كفر من قذف أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه يكفر لأنه معاند للقرآن. تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة 276. وقال رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا. وقال الإمام النووي رحمه الله في براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، قال: هي براءة قطعية بنص القرآن، فلو تشكك فيها إنسان، تشكك هذه البراءة، قال والله ما أدري، صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم الجزء 9. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. زاد المعاد الجزء الأول صفحة 73. يقول ابن حجر الهيتمي بعدما ذكر حديث الإفك قال: علم من حديث الإفك أن من نسب عائشة رضي الله عنها إلى ما برأها الله منه كان كافرا، وصرح بذلك أئمتنا وغيرهم، لأن في ذلك تكذيب للنصوص القرآنية، ومكذبها كافر بإجماع المسلمين. وبه يعلم القطع بكفر كثير من غلاة الرافضة، لأنهم ينسبونها إلى ذلك قاتلهم الله أن يؤفكون. الصواعق المحرقة. يقول العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: ومن قذف عائشة فيما برأها الله عنه كفر بلا خلاف. الدرر السنية الجزء 7 صفحة 214. يقول القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وروي عن الإمام مالك، وهذه رواية عجيبة، قال: من سب أبا بكر جلد. انظر: ومن سب عائشة قتل. فرق، ليست عائشة أعظم قدر من أبي بكر قطعا، لكن قيل له: لماذا يا إمام؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. وقال الإمام ابن حزم الظاهري تعليقا على قول الإمام مالك، قال: قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله في قطعه ببراءتها في المحلى الجزء 11. وقال ابن حزم رضي الله عنه ورحمه: من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن. ذكره في الفصل في الملل والأهواء والنحل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين. الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. قال الإمام بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر
لتصريح القرآن ببراءتها. وقال الخوارزمي من أصحابنا في كتاب الردة: لو قذف عائشة بالزنا صار كافرا والعياذ بالله. قال الإمام ابن قدامة المقدسي: إن الصديقة بنت الصديق هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، من قذفها بما برأها الله منه كافر بالله العظيم. واسمع إلى قول فقيه الزمان ابن عثيمين رحمه الله، قال: قذف عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال: الخبيثات للخبيثين. شرح لمعة الاعتقاد. قال شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى: ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله ابن أبي سلول رأس المنافقين، ويتبعه ياسر الحبيب. وفي قوله في رسالة في الرد على الرافضة، قال ضمن مؤلفات الشيخ ذكر هذا الكلام. يقول ابن عثيمين رحمه الله في كلام آخر له في رياض الصالحين، قال: أجمع العلماء قاطبة أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد لأنه كذب القرآن. نعم. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: على أن الصحيح من رمى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر لأنه منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بما برأها الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. هذا حده أن يقتل بالسيف. وقال رحمه الله: وذلك أن من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدة منهن سواء كانت عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم، لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالزانية خبيثة بلا ريب، الزانية خبيثة، وقد قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لازم أن يكون الرسول وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون خبيثا، وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفرا وردة. فإذا تاب الإنسان من ذلك، انتبه، إذا تاب الإنسان من هذه الردة قبل الله توبته، لأن الله يقبل التوبة من الشرك وما دونه، قبل الله توبته، لكن يجب أن يقتل. يتوب هذا أمر يقول الشيخ، لكن يجب أن يقتل. لماذا؟ تعتقدون لماذا أخواني؟ قال رحمه الله: للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة ما هي هينة أن يقذف ولا يحاسب، أو أمر عادي. ثأرا نثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقانون. نحن نستطيع أن نأخذ حقه عليه الصلاة والسلام، لكن نحن دولة تحكمها القانون ونرضى بالحكم الشرعي بذلك بأن يأخذ وفق القانون. قال: للثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا للعاهرات، فلنا الحق يقول الشيخ في أن نقتله، لأن هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه عليه الصلاة والسلام عفا. وخلاصة ذلك أن الذين قالوا إن من قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا توبة له يريدون أنه لا يرتفع عنه القتل، ولكن لا يريدون أن الله لا يعفو عنه، فإن الله يقبل توبة كل تائب. وإذا أردت أن تعرف مدى عظم، يقول الشيخ، عظم قذف إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا، فانظر ماذا أنزل الله عز وجل في الذين جاءوا بالإفك في الآيات العظيمة: إن الذين جاءوا بالإفك، إلى أن قال الله: وتحسبونه إيش؟ هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم. يتبين لك مدى عظم قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا. فنسأل الله أن يبتر لسان كل من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلط عليه من يقيم عليه الحد
إنه على كل شيء قدير. ذكره في فتاوي نور على الدرب كتاب الحدود. وأختم كلام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى الخبيثات والخبيثين، قال رحمه الله: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. ولهذا قال الله: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. هذه نصوص أهل العلم قاطبة في كفر من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم.